ويجعلنا ننتظر الكثير من الفريقين على أرض الملعب. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. قد تكون مباراة ودية لكن أجواء خطيرة. الكرة الله على الهدف المغربي. سيطر الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل. روعة الاستلام هي من أعطت الهدف مظهر جميل. لقطة لا تنسى، هدف سينمائي، لقطة خيالية وصورة فنية رائعة. هذه أفضل بداية ممكنة، لا يوجد سيناريو أفضل من تسجيل هدف مبكر. لعبة خطيرة. إبراهيم دياز يشتت الكرة، يتمكن من استعادة الكرة. أوناحي، لعبة رائعة الآن. هذه لعبة، يا لها من فرصة. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. والآن فرصة للتحول الهجوم. معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. والارتقاء الآن. محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفر عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. تمريرة جميلة. عدت الكرة، انفراد أمام حارس. الآن خطيرة. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. بدا لي أنه الدفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة. كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم أكثر نحو مرماهم. مباراة مثيرة، وحتى إذا كان متأخر في النتيجة يظل قادر على تصحيح الأوضاع بدون شك. مرت وحالة انفراد. هل يسجل؟ صورة مطابقة من الفرصة الضائعة السابقة. مزروعي، كرة أمامية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. يتغير الاتجاه نحو اليسار. الآن يحصلون على الركنية. إلياس بن صغير يلعب كرة قصيرة. الزلزولي يرسل كرة بعيدة عن مناطق الخطر. الركنية ضاعت والآن نشوف فرصة مضادة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. هذه هي القوة المطلوبة في هذه المواقف. مرت الكرة، يا لها من مراوغة. يا سلام على الفرصة. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس. يلعبون ركنية قصيرة. محاولة لرد الخطورة. الخطورة الآن في الجانب الآخر. تدخل في توقيت حاسم. أكرد، تدخل رائع والفرصة. الله، رائع جدا هذا التصدي. كم كانت كرة صعبة. هذه فرصة جول. يا سلام على كرة في الشباك. يا سلام على حضور رائع جدا. الجزائر عادوا إلى المباراة مرة أخرى. انهاء رائع الكرة. صافرة نهاية تكون في كيفية أخذ الأفضلية والتقدم في شوط المباراة الثاني. الشوط الأول ينتهي على نتيجة متعادلة بين الفريقين. مباراة مثيرة وصعب جدا نتوقع من ينتصر فيها. كل فريق عنده أوراقه وعنده أسلوبه، والشوط الثاني راح نشوف استمرارية لندية المنافسة. في مباراة يكون فيها كل شيء على المحك، يجب أن تكون حاضرا بقوة وبكامل تركيزك في الملعب. الديربي لا يعرف الرحمة. الأداء السلبي في مباراة كهذه هذه فرصة.
انقلبت الموازين، انقلبت الطاولة. يأتي التقدم الآن. لم يكن هناك شك أنه سيسجل هذه الكرة. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. هدف في توقيت مثالي في بداية الشوط الثاني لأخذ الأفضلية، وهذا أفضل وقت ممكن للتسجيل. خطيرة هذه الكرة، يا سلام على كرة في المرمى. هدف يشعل الأجواء، هدف يثير الحماس. الله على هدف يريح الأعصاب ويعزز التقدم ويؤكد العزم على الانتصار. انهاء جميل، تحرك رائع، هرب من الدفاع وحطها في الجول. كلام كبير يا عيني. هدف لا يمكن أن تلوم فيه حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. يتقدمون بفارق هدفين الآن. هدف بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة للخصم. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تحكم غير عادي بالكرة. هذه خطيرة، هذه خطيرة. سيطرة مطلقة وهجوم متواصل. يا إلهي، لقطة جميلة وهدف جديد. يواصلون التألق في هذه المباراة بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. الفارق أصبح 3 أهداف. يا إلهي على هذا الأداء، على هذه الكرة، على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم. الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم. الدفاع منتبه هنا. كرة للمنطقة الأمامية. يقظة في الدفاع، ولا الكرة تتحول للجانب الأيمن. خطيرة جدا، والكرة تعانق الشباك. الله على هذا الجنون، على هذا الجمال. بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة. انتهى كل شيء، أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. عمل كبير في الضغط وقطع الكرات والمواصلة من أجل تسجيل هدف. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. الجزائر يبدو وكأنه في حصة تدريبية. ممتاز في التمرير. تمركز أهم صفة للمدافع، تميز في قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. فاتت ومر تسديدة، كاد أن يأتي السادس. تدخل بدني قوي لاستعادة الكرة. هل تمر الكرة برد فعل سريع؟ هنا يقطع الكرة. إبراهيم دياز، والآن تغيير الاتجاه للجانب الأيسر. يوسف نصيري، تغيير لاعب على الأجناب. الصافرة تنطلق وتنتهي المباراة. يمكن اعتبار هذا انتصار تكتيكي